يبدا الفيلم بانيشكا وهي بتضرب فيفان في البغبغان، بتريحه على الارض، بيقول لها حرام عليكي انت مش عايزه تخلفي ولا ايه؟ بتقول له انت اللي ضربتني على كده، اشرب بقى يا معلم. بياخدها في حضنه وبيقول لها عايز زواج سعيد، ولكن مره واحده بتتألم وبيغمى عليها. بياخدها على مستشفى الجرين هيلز، وبعد الاشاعات الدكتور بيقول له مراتك حالتها صعبه جدا، هتحتاج عمليه قلب مفتوح هتكلفك حوالي 7 مليون روبيا. بيقول له مش مشكله الفلوس يا دكتور، اهم حاجه بعد العمليه هتبقى كويسه. بيقول له نعدي المرحله الاولى من العمليه وهتبقى كويسه، اهم حاجه العمليه تتعمل في اسرع وقت. بيسيبوه ويمشوا، وانيشكا بتقول له انت هتجيب الفلوس دي كلها منين؟ بيقول لها هرجعك لابوكي، انا واخد عليكي ضمان 3 سنين. بتضحك، بيقول لها ما تقلقيش هتصرف. بيروحوا البيت، بيدلع فيها شويه وبيسيبها تنام. بيروح يتصل على زمايله واحد ورا الثاني علشان يجمع فلوس العمليه، وما شاء الله عليهم ما يتخيروش عن زمايلي، كلهم مزنوقين. هي اللي صاحبه اللي ابوه بره البلد وعندهم فلوس كتير، بيديله فلوس العمليه. وفعلا ثاني يوم بيروح المستشفى ومراته بتخش اوضه العمليات، وبعد ساعات قلق وخوف ذكريات ايام عاشوها سوا، العمليه بتخلص والحمد لله بتنجح، وواحده واحده بترجع لحالتها الطبيعيه. والدكتور بيقول لفيفان ما تقلقش كل حاجه تمام، هنزل حالا اخلص لك الاوراق المطلوبه علشان تاخدها وتمشي. فيفان بيخش لها جوه وبيقول لها للاسف الدكتور بيقول انك هتروحي معايا حالا. الاثنين بيكونوا طايرين من الفرحه وفرحه طايره منهم. في الوقت ده بيحضر في المستشفى اجاي بالسينج، وبتكون الشرطه حواليه من كل اتجاه. الدكتور بيقول للظابط حالته خطره جدا، جهاز تنظيم ضربات قلبه مش مظبوط، بيقول له اعمل اي حاجه اجاي ما ينفعش يموت. بيدخلوه اوضه العمليات. في الوقت ده سانجو وباقي رجالته بيكونوا في طريقهم للمستشفى، بيخشوا من جراج المستشفى وسانجو بيقول لهم اظبطوا ساعاتكم 3 ساعات بالظبط وهنبدا العمليه. بيقول له يوري انت هتفضل هنا، خلي الشنطه دي معاك، الشنطه دي لو ضاعت مش هنعرف نخرج من هنا. بيقول له ما تقلقش في عينيا. بيسيبوه يمشي. اول 2 من رجالته بيخشوا اوضه الكاميرات، بيخلصوا على فيها وبيقعدوا مكانه. بيكلموا سانجو وبيقولوا له كل شيء تحت السيطره، شوشنا على شبكه المحمول في المكان بالكامل. سانجو بيكلم رجالته اللي في الدور الارضي وبيقول لهم استعدوا. في الوقت ده فيفان بينزل الجراج علشان ينزل حاجه مراته في العربيه، وسانجو بيطلع الدور التاسع برجالته اللي هو دور العمليات اللي فيه مرات فيفان. بيقول لرجالته 1 2 3، بيفتح الباب، بيخش سخن برجالته على رجاله الشرطه. ابن الهرمه بيقلب الدور مجزره، بيخلصوا على كل الشرطيين اللي في الدور وبيسيطروا على الدور بالكامل. انيشكا بتتصل بفيفان ولكن ما بيكونش في شبكه في المكان، وفيفان كمان بيكون عايز يتصل بيها وبرضه ما بيكونش لاقي شبكه. بيروح ليوري وبيقول له هو ليه ما فيش شبكه في المكان؟ بيقول له ما اعرفش. بيسيبه ويمشي، ويوري بيروح وراه بالسكينه، ولكن فيفان بيشوفه في ازاز العربيه، فبمجرد ما بيضربه بيصد ايده. ابن الهرمه ما بيكونش سهل خالص، ولكن على مين؟ احنا معانا فيفان ابن الكدابين. بينزل فيه تخبيط شمال في يمين، ولكن برضه ابن الهرمه مصمم على زنقته بالسكين. تفتكر ان فيفان هيسيبه صديقي؟ لا والله، بيشقلطه في قلب المكان، وبرضه ابن الهرمه بيرفع عليه تاني السكينه. فيفان بيخبطه في رجليه وبيرشق له السكينه في كرشه. بالشفا حنبله. فيفان نبضات قلبه بتزيد وبيكون هيغمى عليه لان السكر بينزل عنده. بياخد اخر كيس سكر معاه، وفعلا السكر بيتظبط وبيرجع لحالته. بيهدى وبيعرف ان في حاجه غلط بتحصل في المستشفى. بيبص في شنطه يوري، بيلاقي فيها حاجات كتير وما يعرفش منهم اي حاجه، فبيشيلها كلها على كتفه وبيعلن الحرب عليهم جميعا. ويا ويلكم يا ولاد الهرمه. في الوقت ده مراته بتبعت له رساله صوتيه، هو بتقول له انا مش قادره اكلمك لان مفيش شبكه في المكان، ولكن ما تطلعش فوق لان في عصابه هاجمين على المستشفى. وفر حركتين الاكشن اللي انت بتعلمهم لنفسك واطلع بره المستشفى خالص وسيب الموضوع للشرطه، ما تعرفش انه قتل واحد وداخل على الثاني. بيطلع الدور الاول، بيلاقي واحد منهم، بيبعت لها هو كمان رساله وبيقول لها حبيبتي مفيش شبكه، في عصابه هجموا على المكان، خليكي مكانك وانا جاي اخدك. في الوقت ده سانجو بيكون لما كل الناس اللي في الدور على بعضهم وبيقول لهم بصوا انا مش فاكر قتلت كام بني ادم في حياتي، المهم يعني مش عايز ازود العدد، هنخلص شغلنا ونمشي في هدوء، مش عايز اي شوشره. دلوقتي هديكم كيس تلفوها على بعضكم وكل واحد يحط تليفونه من سكات، مفهوم؟ وفعلا الكيس بيلف عليهم واحد ورا الثاني، ولكن انيشكا ما بتحطش تليفونها. الواد ده بيشوفها ويقول لها انا شفتك بس مش هفتن عليك ها. في الوقت ده الشرطه بتحضر في المكان، والشعب والصحافه والاعلام قلبين الدنيا قدام المستشفى، واللي بتمسك القضيه الضابط جياتي، صحيح ست ولكن ب1000 راجل، عندها قلب مش موجود في كلب. بتقول لرجالتها دخول العصابه دي مش لغرض فلوس. النهارده دخل المستشفى السجين اجاي بالسينج، اكبر تاجر سلاح في الهند، اتمسك في دبي وسلموه للحكومه الهنديه بجهاز بينظم نبضات قلبه. اعتقد ان رجالته تحكموا في الجهاز عن بعد وقدروا يلخبطوا نبضات قلبه علشان ينقلوا على المستشفى، ومن المستشفى يقدروا يهربوه، وفعلا هو ده اللي بيحصل دلوقتي، ولكن ده على جثتي يحصل. جمعوا لي اي حاجه تخص المجرم ده. في الوقت ده فيفان بيطلع الدور الرابع اللي بيكون لسه بيتاسس، بيخبط على كتف الشخص ده فبيلفوا الناحيه الثانيه وبيثبته بالسلاح. بيقول له اهدى وربنا انا متابع العصابه، انا اسمي رياض احمد شغال في المستشفى هنا بقالي 7 سنين. بيقول له وريني الكارنيه بتاعك، بيديله الكارنيه وبيقول له على فكره انا مش خايف منك لانك انت مش تبع العصابه دول. بيقول له انت عرفت منين؟ بيقول له لانك زيك زي خايف ماسك السلاح وايديك بتترعش. لقيته فين السلاح ده؟ بيقول له قتلت واحد منهم وخدت حاجته. بيقول له تعالى معايا ممكن اساعدك. بص دي خريطه المستشفى، الدور الاول فيه كاميرات المراقبه، لو وصلت هناك هتخلص عليهم واحد ورا الثاني من غير ما ياخدوا بالهم، بس خلي بالك بقى كل دور هتلاقي فيه 2 3. بيسيبه وبينزل على الدور الثالث وده دور تشخيص المرضى. بيلاقي زومبي مستخبي وبيقول له اهدى انا هنا علشان اساعدك. هو انت ايه اللي جابك هنا؟ بيقول له انا جيت هنا مع بابا وجدي، على فكره كده السلاح اللي معاك مش هيضرب لانك قافل مفتاح الامان. بيقول له انت عرفت منين؟ بيقول له بابجي والله يا عم مبهدلاني ما بتنيمنيش الليل. دلوقتي ده جيات ما بتكونش عارفه توصل لاي حاجه، بيخش عليها المساعد بتاعه وبيقول لها تعالي فورا. بتروح معاه بتلاقي البنت دي قدام مدخل المستشفى الرئيسي، وبتكون لابسه حزام ناسف ومعاها جهاز لاسلكي. بتنصدم لان البنت دي بتكون بنتها صديقي، بتاخد منها الجهاز وسانجو بيقول لها معالي الباشا. بتقول له المفتش جياتي مين معايا؟ بيشغل مكبر الصوت وفيفان بيسمع المكالمه، بيقول لها بلاش الاسئله المعروفه دي، انت مين؟ بعدها عايز ايه؟ خلينا نخش في عايز ايه على طول. اول طلب عايز الدعم الكامل منكم، عارف انك بتحاولي باي طريقه تخش برجالتك المكان، ولكن صدقيني مش هتقدري لان مفخخ كل البيبان بنفس القنابل اللي على البنت اللي قدامك دي. وفري عليها وعليكي فكره الدخول ونفذي كلامي. بتقول له ما تقلقش، بيقول لها مفيش حاجه تقلقني، كل شيء تحت السيطره. الساعه 10 تكون عندي طياره عسكريه وميكروباص يشيل 20 راكب ويقف قدام البوابه الرئيسيه ويكون معاه حتتين ملاكي، اي لعبه يمين ولا شمال
بالكامل هتلاقي الرهاين واحد ورا التاني جثث بره المستشفى. ومره واحده واحد من رجالته بيقفش فيفان، صوت السلاح بيسمع في المبنى بالكامل، فبيدخلوا البنت وبيقفلوا الباب. فيفان بيستخبى في اوضه الاشاعات وابن الهرمه بيخش وراه. تفتكر ان ده هيفرق معاه؟ قولها معاه يا صديقي. لا والله. زوبين بيشغل جهاز الاشعه، المغناطيس اللي فيه بيسحب منه السلاح. فيفان بينزل في تخبيط يمين في شمال، وللامانه العدو بيكون عامل ابداع. تفتكر ان ده هيفرق مع فيفان يا صديقي؟ لا والله. هي واحده والثانيه والثالثه بتكون فينيش التمكير بدون تفكير، بيقسموا نصين وعلى وضعك يا حسين. في الوقت ده سانجو واحد من رجالته بيكلمه، هو بيقول له لقينا ماكس ويوري ميتين. بيقول له الشنطه اللي كانت مع يوري فين؟ بيقول له للاسف الشخص اللي قتله خدها. بيقول له تجيبه لي من تحت الارض وتاخدوا منه الشنطه. حبيبه يوري بتقول له ما حدش غيري هيقتله. بيقول لها اهم حاجه تاخدوا منه الشنطه وبعدها اقتليه. وفيفان بيكون سامعهم من الجهاز اللي معاه، بيفتح الشنطه بيلاقي فيها الجهاز ده. زوبين بيقول له ده ريموت التحكم بتاع القنابل. رياض بيقول له انت حافظ الاسلحه دي كلها ازاي؟ بذمتك حافظ جدول الضرب؟ بيقول له طبعا 2 في 2 ب 35. اراهن لما تكبر هتطلع ارهابي قد الدنيا. في الوقت ده الهاكر بتوع سانجو بيحاولوا يوصلوا لمعلومات فيفان، وزعيمهم سانجو بيخش رئيسه اجاي بالسينج. الدكتور بيقول له قدامه ساعه علشان يفوق من البنج. بيخش له جوه والمساعد بتاعه بيقول له يعني كده احنا هنتاخر ساعه. بيقول له مش مشكله، اهم حاجه نخلص من الشخص اللي بيقتل في رجالتنا واحد ورا الثاني وبعدها هنغير خطه هروبنا. في الوقت ده الهاكر بتاعه بيقول له جبنا معلومات يا ريس، اسمه فيفان مدرب فنون قتاليه من الدرجه الاولى. وبرضه فيفان بيكون سامعهم من الجهاز. سانجو بيقول له فيفان انا عارف انك سامعني، قريب جدا هتيجي تحت رجلي وهاخد الشنطه بتاعتي اللي معاه. هو ما تقلقش مش هقتلك بسهوله، هعورك انت واللي معاك 5 تعوير وهسيبكم تنزفوا لحد ما تصفوا وتموتوا واحده واحده. هو بيقفل معاه. فيفان بيروح في حته فيها شبكه وبيتصل بالظابط، بيقول ارجوك رد انا اخيرا لقيت مكان فيه شبكه. بترد عليه، هو بتقول له مين معايا؟ بيقول لها مش هقدر اقول لك اسمي. بتقول له انا هثق فيك ازاي؟ بيقول لها لان انا جوه ما عندكيش حل غير انك تثقي فيا. بتخططي لايه علشان تخشي هنا؟ بتقول له طبعا مش هقدر اديك معلومات زي دي الا لما اتاكد انك مش تبع العصابه. بيقول لها براحتك، بس انا اتضرب عليا نار وكنت هروح فيها ولكن قدرت احمي نفسي بالسلاح اللي معايا. بتقول له انت جبت السلاح ده منين؟ بيقول لها قتلت 2 من افراد العصابه وخدت اسلحتهم. الشبكه بتقطع والمساعد بتاعها بيقول لها جبت كل معلوماته، اسمه فيفان وسجله نضيف ما فيش عليه اي قضايا. وفيفان بيقول له رياض الظابط مش راضي تقول لي على خطتهم وانا خلاص مش عايز اعرف، هخلص على عصابه واحد ورا الثاني علشان انقذ اهل بلدي ومراتي. خد خلي السلاح ده معاك. بيقول له سلاح يا معلم ما بعرفش اشيله. بيقول له طيب خلي بالك من نفسك. هو بيسيبهم ويمشي. بيلاقي واحد منهم بيخرج سلاحه وبيكون خلاص يضرب عليه ولكن حبيبه يوري بنت الهرمه بتخبطه وبتوقع السلاح من ايديه. بيثبتوه بالسلاح. هو بيقول له لزعيمهم سانجو احنا معانا فيفان يا ريس. بيقول لهم اهم حاجه الشنطه. بتقول له للاسف مش معاه. بيقول لها طيب ما تقتلوش علشان يعرفنا مكان الشنطه، من غير الشنطه مش هنعرف نفجر المستشفى ولا نخرج من هنا اساسا. خدي منه الشنطه وخلصي عليه. اللي مثبته بيقول له قوم قدامي. فبيقوم له يا صديقي بيرمي سلاحه بعيد وعينك ما تشوفهم الا وهو بيفرقع فيهم زي صواريخ العيد. ولكن اولاد الهرمه بيكونوا 2 عليه والتالت بيخش معاهم. تفتكر ان ده هيفرق مع فيفان يا صديقي؟ لا والله. الواد عليه حبه حركات تحس انه بيقلدني فيهم، نفس حركاتي بالظبط وربنا يسامحني بقى. المهم بيكسر عظم 2 والتالته بتكون شديده بنت الهرمه ولكن لا شديد على فيفان ابن الثعبان. بيشقلطها في الميه بيحميها وبيخرج بره تاني. بترفع عليه سلاحه وبتكون خلاص هتقتله ولكن بيشد كابلات الكهرباء دي او بيرميهم في الميه. لا انا والشفا حياتي. سانجو بينده على رجالته اللي كانوا مع فيفان وهو بيعرف ان كلهم ماتوا. بيكلم الباقي منهم هو بيقول لهم تقلبوا المستشفى عليها واطيها، هو ما حدش يكلمني الا ومعاه فيفان. فيفان بيغير هدومه وبينزل الدور الاول اللي فيه انظمه الامان وكاميرات المراقبه. واحد من العصابه بيضرب عليه بسلاح فبيهرب منه. اللي قاعد على الكاميرات بيسيب الكاميرات وبيروح له. هو الواد المفروض بتاع كاميرات برضه بيكون شرس ولكن على مين؟ احنا معانا فيفان ابن الكدابين. ناقص واحد بيلف 99 لفه وال100 بيكون نازل على الكرسي ميت ولسه الباكاكا شغاله. التاني بيخش عليه بيدي الواحده بيرمي من ايده السلاح ولكن ابن الهرمه برضه ما بيكونش سهل. تفتكر ان ده هيفرق مع فيفان يا صديقي؟ لا والله. رغم ان بيكون في 3 عليه ولكن فيفان بيقلب لهم على وضع التربو، بيفرتك عظمهم بالكامل وبيخش عليه 3 تاني مسلحين. فبيخش يستخبى في الصيدليه. بيخش وراه وعليك ان تستمتع بالله هيحصل فيهم يا صديقي. بيخبط اول واحد بيكسر بيه المكتبه والتاني بيشرب في ادراج الادويه اما التالت بيخبطه بالانبوبه في وشه. بيقف على رجليه وبياخد لهم وضعيه الانترفاكتس. واحد يقول لي وما هو الانترفاكتس يا ميخا؟ وربنا ما اعرف يا صديقي. المهم اولاد الهرمه بيتلموا عليه من كل اتجاه. تفتكر ان ده هيفرق معاه؟ قولها معاه يا صديقي. لا والله. بينزل فيهم تخبيط يمين في شمال ولا شايف حد فيهم ولكن انابيب الغاز بتتفتح والمكان بيتملي بالكامل. الرابع بيخش عليه بسلاح. فيفان بيهرب من المكان والغبي بيضرب بسلاح بيفجر بيهم الصيدليه. النار بتمسك في الاوضه اللي جنبهم اللي هي الحضانه. الاطفال بيكونوا فيها وفيفان بيبدا يخرج فيهم مع الممرضه واحد ورا الثاني. بيكون فاضل طفل واحد وهو رايح يجيبه. بيخرج واحد من العصابه عايش وهو بيضرب عليه بالسلاح. في الوقت ده السكر بينزل عند فيفان. هو بيكون محتاج اي حاجه مسكره علشان يرجع لطبيعته. بيقع على الارض وقبل ما يخش في غيبوبه ويشوف علب الحليب دي قدامه بيخبطهم بطلقه بيكسرهم كلهم معرفش ازاي. وفرد العصابه بيكون خلاص داخل عليه ولكن فيفان بيشرب الحليب وهو بيقوم صحته حديد في حديد. شفت يا صديقي الحليب مفيد ازاي علشان بعد كده تشرب الحليب على طول قبل ما تنام. المهم النار بتكون خلاص هتنزل على الطفل ولكن فيفان بينقذه في اللحظات الاخيره وكل ده علشان شرب الحليب. بيروح اوضه الكاميرات وهو بيطمن على مراته اللي هي في الدور التاسع. وهو بيبص على الكاميرا اللي في الدور الارضي بيلاقي فرد واحد من العصابه واقف على الناس فبينزل يخلص عليه وبيطمن كل الناس اللي تحت. وسانجو بيكون في الدور التاسع وهو بيقول لهم مين فيكم يعرف فيفان؟ يا ترى انت ولا انت ولا انت؟ في الوقت ده فيفان بيتصل بالظابط وهو بيقول لها زعيم العصابه اسمه سانجو مسيطر على الدور التاسع وانا مسيطر على باقي المستشفى وحاليا انا موجود في اوضه الكاميرات تقدري تشوفي كل اللي بيحصل في المستشفى. وللعلم انا قتلت 9 من رجالته. بتقول له 9 لوحدك؟ بيقول لها ولو كانوا 90 كنت هقتلهم. بتقول له انت تعب نفسك ليه وبتعمل كل ده؟ بيقول لها علشان احنا كنديين كدابين وهكدب اكتر من كده علشان انقذ اهل بلدي ومراتي وكل ده علشان شرب الحليب. الظابط بتقول له طيب خلي بالك من نفسك او بتقفل معاه. سانجو بيكلم فيفان وهو بيقول له فاكر انك بطل لانك قتلت رجالتي؟ طيب خد شوف مين عايز يكلمك. بيروح جري على اوضه الكاميرات بيكون فاكرها مراته ولكن بتكون واحده ما يعرفهاش. بيقول لها قولي له انت مين؟ بتقول له انا ممرضه شغاله في المستشفى بقالي 5 سنين لان جوزي مات وانا بصرف على امي واختي وابني. سانجو بيقول له يا اخي تخيل لو قتلتها دلوقتي. بتقول له ابوس ايدك ما تقتلنيش من بعد اهلي هيموتوا من الجوع. بيقول لها ما تخافيش
انا اطيب من كده. هو بيجرجرها من شعرها وبلا رحمه بيرميها من الدور التاسع. الظابط بيشوف كل ده من كاميرات المراقبه وسانجو بيقول له مبسوط كده يا فيفان؟ اقسم لك لو ما جبتش الشنطه السوداء في خلال 10 دقائق لكن مطوح كل اللي في الدور واحد ورا الثاني. بيقول له اسمع، لو كنت راجل واجهني، قتلت 9 من رجالتك وانا هادي، ما بالك وانا متضايق هعمل فيك ايه؟ بيقول له مستنيك في الدور التاسع، وريني هتعمل ايه يا بطل. بيقول له انا ما حذرتكش قبل كده، ولكن اقسم لك ما هتعرف تسد قدامي لا انت ولا رجالتك. هو بيقفل معاه، هو كل ده علشان شرب الحليب. الظابط بتتصل بفيفان وبتقول له هي الشنطه السوداء اللي هتجننه دي فيها ايه؟ بيقول لها فيها رمود القنابل، الشنطه دي ممكن تبوظ خطتهم بالكامل، انت شايفه وسامعه كل حاجه، اثق فيها وقولي لي مين الناس دول وعايزين ايه من المستشفى. بتقول له عايزين اجاي بالسينج، الشخص ده مركب جهاز بينظم ضربات قلبه، الجهاز ده ليه رقم وهم عارفينه وبيقدروا يتحكموا في نبضات قلب اجاي عن طريق الجهاز ده. وهو في السجن لخبطوا نبضات قلبه علشان يخش في غيبوبه واحنا ننقله على المستشفى، وفعلا اتنقلوا وهم رجالته هجموا على المستشفى علشان يهربوه. في الوقت ده فيفان بيفتكر انه شاف رقم على ايد الهاكر اللي كان بيضربه، فبينزل بسرعه على جثته يشوف الرقم ده. في الوقت ده اجاي بيكون فاق وفيفان بيكلم سانجو، هو بيقول له ما سمعتش الخبر الجديد؟ مش انا عرفت رقم الجهاز اللي بيتحكم في نبضات قلب رئيسكم؟ زي ما لعبتوا فيه علشان تجيبوه هنا في المستشفى، انا اقدر اتحكم في الجهاز واخلص عليه خالص، قدامك 5 دقايق وتسلم نفسك والا هقتل رئيسكم. وبيقفل معاه. اجاي بيقول له مين ده وازاي وصل لرقم الجهاز؟ اديله الفلوس اللي هو عايزها، لو عايز 5 6 7 مليار اديله. يقول له مش هديله فلوس، انا هديله طلقه في نص دماغه. في الوقت ده انيشكا بتاخد السلاح ده وبتديه لفرد الامن اللي وسطهم، وسانجو بيكلم فيفان، هو بيقول له انت فرحان قوي لان معاك الرقم؟ طيب لو فكرت تلعب في نبضات قلب رئيسنا هقتل كل الرهاين الموجودين هنا، وانا متاكد ان ليك حد فيهم زي الشخص ده اهو. اسمك ايه يا حاج؟ خلاص مش عايز اعرف. سمعت يا فيفان؟ احسن لك بلاش تلعب معايا. بيقول له اخر 15 دقيقه في حياتك بدات. هو بيقفل معاه. وفعلا يا صديقي فيفان بيجهز نفسه للحرب وسانجو جاي بيجهزوا علشان يهربوا. فيفان بيكلم الضابط وبيقول له الطياره العسكريه اللي طلبها سانجو دي تمويه، مش هيستخدمها خالص في خطته. سانجو هيهرب من الدور السادس في الاسانسير، وفعلا بتكون هي دي خطه سانجو. الضابط بتسمع كلام فيفان وبتنفذ الخطه اللي هو عاملها، وفعلا سانجو بيقول لواحد من رجالته انت هتطلع الدور السادس، ولو حد فكر يطلع فوق اقتله. هو بيقول لرمان دراعه اليمين لم الرهاين دول علشان ناخدهم معانا. والضابط بيجيب خبير المفرقعات وبتقول للناس حد يقرب من الباب ساعدونا علشان نقدر نساعدكم. رياض وزوبين بيروحوا قدام الباب ولكن الخبير ما بيكونش عارف يقطع انهي سلك علشان يوقف القنبله، فزوبين من غير ما ياخد راي حد بيقطع السلك الاحمر، وفعلا القنبله بتفصل. رياض بيقول له تعالى هتجنني، يبقى ابعت لي الالعاب اللي انت بتلعبها دي. المهم بيخش جوه وبيشيلوا الحزام الناسف عن بنت الضابط، بتقول لها انت ايه اللي جابك هنا؟ بتقول لها جيت مع صاحبتي. وفيفان بيطلع الدور السادس قبل ما يطلع سانجو، ولكن بيقفشوا الشخص اللي سايبه سانجو من غير مقدمات كتير. الواد بيكون غشيم وبيتعب فيفان شويه، ولكن على مين؟ احنا معانا فيفان ابن الكدابين. ما هوش فيفان بعد ما شرب الحليب بيلف لفه حيتان بيمسح بيه ارضيه المكان، وعلى وضعك يا فيفان بيقفش في رقبته ما بيسيبوش الا وهو ميت، وكل ده علشان شرب الحليب. بيمشي شويه قدام بيلاقي رمان معاه الرهاين، مراته بتقول له فيفان، بيخش على رمان ولكن ابن الهرمه بيكون جتا. انيشكا بتقول لفرد الامن هات السلاح بسرعه، بيجي جري عليهم ولكن فيفان مش محتاج سلاح. فيفان بيمسك المفك وبيكون محتاج حد يعد الطعنات اللي بيديها له، بيكون مسيطر عليه بالكامل. واجاي وسانجو بيكون وصلوا الدور السادس. فيفان بيخلص على رمان بقى الطرق وكل ده علشان شرب الحليب. سانجو بيغضب فبيرمي اجاي وبيجري عليه، وفرد الامن ابن الهرمه بيرفع على انيشكا السلاح وهو بيكون واحد منهم. فيفان بيستسلم علشان ما يقتلوش مراته. ابن الهرمه سانجو بيستغله، هو بيقول له بقى خطه 4 شهور يجي واحد زيك يبوظها وبينزل فيه تخبيط. وابن الهرمه الخاين ده بيشد الاجزاء وبيكون خلاص هيقتل مراته، ولكن فيفان بيقول لها بقول لك ايه مش عايزه نخلف اطفال، فبتفتكر الحركات اللي علمها لها. بتلف صاحبنا لفه جاتوه وهو بيفوق لسانجو، ابلع يا ابن الهرمه. بيقف على رجليه وبياخد وضعيه الانترفكتس. واحد يقول له مال انترفكتس يا ميخا؟ والله ما اعرف يا صديقي. المهم سانجو ابن الهرمه بيجي جري عليه ولكن فيفان بيشلطه بزقته فتحه الاسانسير، بيمسك في رقبته وبيكون خلاص هياخده معاه، ولكن مراته بتمسك رجليه. بتيجي فكره في دماغه بيقول لها سيبيني، بتسيبه والاسانسير بيكون هيقع عليهم هما الاثنين، ولكن فيفان بيرفسه برجليه وبيطلع. الاسانسير بينزل على سانجو، اكيد انت عارف ايه اللي بيحصل له يا صديقي، بيتعمل عصير طماطم بالكذب الهندي، وكل ده علشان فيفان شرب الحليب. فيفان بياخد مراته بالحضن والشرطه بتسيطر على المستشفى بالكامل. الظابط جياتي بتقفش اجاي بال، هو بتقول له سلم على اللي قبلك هنا، هو بتفرتكه بالسلاح. المساعد بتاعها بيقول في الجهاز اجاي بال سينج ضرب علينا بالسلاح فاضطرينا نقتله. بتنزل تحت تاخد بنتها بالحضن وبتروح لفيفان، هو بتقول له انا مش مصدقه بجد انت بتفكرني بمختار كوكلي في عز شبابه، ولذلك لازم نشكرك على الفضائيات ونجيب لك 2 كيلو حلويات ونلبسك جوز ميداليات. هو بتقول لمراته يا بختك بيه، بتقول لها اتفضلي، بتقول لها ماليش فيه، هو بتسيبهم وتمشي. فيفان بيقول لمراته شفت البغبغان ابو عين واحده؟ بتقول له لا، بيقول لها طب يلا بسرعه نروح علشان اوريهولك. بياخدها في حضنه وبقى يشوف تبات ونبات وما اعرفش بقى بيخلف ولا لا. وهنا بينتهي الفيلم. عارف يا صديقي ان الفيلم معاد، فعلا الفيلم كان موجود في القناه ولكن للاسف اتحظر، فاضطريت انزله تاني لان في ناس كتير طالباه. ما تنساش يا صديقي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتشترك في القنوات التانيين، هتلاقيني سايب لك الروابط في صندوق الوصف وفي اول كومنت. خد لفه في القنوات هتلاقي فيديوهات كتير هتعجبك. هشوفك الفيديو الجاي يا قمر. سلام. وبيبدا الفيلم على جزيره هنديه بنعرف انها لسه متدشمله قريب بسبب اعصار تسونامي، وعشان كده بنشوف سكان القريه دي وهم بيحاولوا ينقذوا ما يمكن ينقذوا من الحاجات اللي راحت في الاعصار. وبرغم من ان القريه كان فيها شباب كتير جدا لكننا بنلاحظ ان كلهم بدون استثناء بيحترموا الواد النينجا بتاعهم واللي بنعرف ان اسمه كوتي. انا عارف ان الاسم مش نينجا خالص يا صديقي، بس شكل كوتي دي في الهند حاجه جامده يعني. المهم بقى اننا بنشوف كوتي وهو طالع من الوحله ومعاه تماثيل من اللي راحت في الاعصار، وكان واضح انها قيمه جدا عند سكان القريه، وعشان كده لما شافوها معاه فرحوا جدا. بننتقل بعدها بالمشهد لمكان قريب من شريط القطر، وهناك بنشوف ست غلبانه بتبيع فاكهه في الاشاره، وبعد وقت قليل بيوصل للمكان مجموعه شباب فاكرين نفسهم روشين وبنلاحظ انهم بيشربوا مش دريانين باي حاجه. المهم يا صديقي ان الست
بتقول لهم نفعوني باي حاجه واشتروا مني فاكهه، لكن واحد من الشباب اللي في العربيه بيتراوشن عليها وبيرمي افيه، وساعتها الست بتقول له خلي بالك الافيه ده لو سمعت واحده اكبر مني ب 100 سنه حتى مش هتضحك برضه. وقتها الشاب ده بقى اللي في العربيه بيحس ان الست بتتنمر عليهم وعشان كده بينزلوا العربيه وبيضربوها، وساعتها واحده ثانيه حاولت تدافع عنها. كل ده كان بيحصل بقى صديقه وكوتي واخد اخته ورا الموتوسيكل وعلشان مش شاغل باله باي حاجه، لكن لما حس ان الحوار زاد عن حده قرر ينزل من على الموتوسيكل ويشوف الكلام على ايه مع العيال دي. بينزل من على الموتوسيكل فعلا واخته بتفضل تتحايل عليه ما يورطش نفسه في مشاكل، لكن كوتي بيثبت لنا ان كوتي بس راجل قوي، وعشان كده بيدخل على العيال دي وبيتكلم مع اول واحد فيهم وبيقول له مش عيب تبقى محسوب على جنس الرجاله وتمد ايدك على واحده، لكن الشاب واللي ازازه الخمره كانت في ايده وقال له فكك مني العمليه مش ناقصاك. وساعتها كوتي قال له قابل اللي جاي بقى لانه مش هيبقى على هواك، وظرف واحده صديقه كسر الازازه على نافوخه، وبالرغم من ان واحد تاني من الشباب ضرب كوتي على دماغه بالازازه لكن كوتي ولا شغل باله واللي جاله اداله، فضل يضرب فيهم يمين وشمال وبكل قوته فيهم كان شغال، وكل اللي بيقابله كان بيحصل اللي قبله، لدرجه ان العيال بداوا يحسوا انهم بيتعاملوا مع مقاتل محترف، وعشان كده قرروا يهربوا لكن كوتي كان عاوز يعلمهم الادب، وعشان كده جري وراهم وزنق في اول واحد فيهم ضربه وقعه والتاني كان عاوز يضربه لكن كوتي بيفقعه. وقتها العيال حسوا ان كوتي فعلا مجنون وعشان كده قرروا يجروا باقصى سرعتهم، ما كانوش عارفين اللي من الضرب اللي اكلوه ولا من انهم مش قادرين يجروا من كتر خوفهم يا صديقي، وبالرغم انهم عارفين انهم بالشكل ده هيحطوا نفسهم في مشاكل، لكن بعد ما كوتي فضل يطاردهم ما لقوش اي حل غير انهم دخلوا الاسم. تفتكر كوتي كش يعني يا صديقي؟ لا طبعا ما فيش منه الكلام ده فضل يجري وراهم وجوه الاسم اداهم، وبالرغم من ان العيال فضلوا يستنجدوا بالظباط لكن كوتي قرر يعلم عليهم علامه اشد من كل اللي فات، وقدام الظباط مسكهم عدمهم العافيه وادى لكل واحد فيهم الكافيه. ولاحظنا يا صديقي انه متوصي هو بالواد اللي ضرب الست الاول وعشان كده فضل يضرب بكل قوته، وبالرغم من ان كل ظباط الاسم كانوا بيحاولوا يمسكوه لكن كوتي كان مكمل ومصمم يطلع عين ابوه، لحد ما الظباط كلهم اتكتروا عليه وقدروا يسيطروا عليه فعلا ورموه في الزنزانه بعد الكعبله والدرمغه اللي عملها في المكان. وبعد شويه بيوصل المأمور وبيتكلم مع الظباط بتوعه وبيقول لهم ايه اللي حصل، وساعتها الظباط بيقولوا له ما نعرفش بس المجنون اللي مرمي جوه في الزنزانه ده ظهر فجاه وخلى العيال دي قطع غيار زي ما انت شايف كده. وقتها المأمور اتضايق جدا لكن انا بلاحظ انه جبان في نفس الوقت يا صديقي، وعشان كده خاف يجيب كوتي ويتكلم معاه. كل اللي عمله هو انه فضل ينادي عليه من بره الزنزانه لكن كوتي كان مصدر له الطرشه، وقتها مضايقه المأمور زادت جدا وعشان كده قعد على مكتبه وبدا يتكلم مع المساعد بتاعه قال له ستف لي بقى واحد محضر محترم للزبون ده عشان ياخد جزاؤه. خد عندك يا عمنا ضرب مواطنين بدون وجه حق والفوضى اللي عملها في الاسم واعتداء على الظباط في وقت عملهم، لدرجه ان المساعد بتاع المأمور لما سمع الكلام ده بدا يتكلم مع المأمور وقال له خلي بالك يا كبرنا كده الواد هيتخيط وهيروح في 60 داهيه، لكنه لما لقى المأمور مصمم على كلامه قرر ما يشغلش باله وكتب المحضر فعلا. وبعدها اتكلم مع المأمور وقال له شوف الوقت اللي عاوزنا نرحله في المحاكمه لو بكره الصبح هيبقى الساعه كام، لكن المأمور قال له انا لسه هستنى عليه بكره الصبح النهارده بالليل اخلص الموضوع في بيت القاضي. بيعدي وقت قليل وبيوصل للمكان القصص بتاع الكنيسه واللي بنعرف ان اسمه ميخائيل، وبنشوفه هو بيتكلم مع المأمور وبيقول له انا عارف ان الواد اللي مرمي جوه ده غشيم بس كان بيدافع عن وليه غلبانه العيال دي ضايقتها. وقتها المأمور قال له ما هو لو كل واحد حب يدافع عن وليه غلبانه ضرب له 7 ولا 8 تبقى اتحولت لغابه ونبقى ملناش لازمه بقى. وفعلا يا صديقي المأمور بيمشي كلامه وبيعمل اللي في دماغه، وعشان كده بالليل بنشوف كوتي وهو في بيت القاضي اللي بيبدا يتكلم معاه وبيقول له اشرح لي اكتر عن اللي عملته، لكن قبل ما كوتي يتكلم القصص بيبدا يتكلم مع القاضي وده صديقي لانه عارف ان كوتي اكيد لو اتكلم هيعك الدنيا وهيودي نفسه في داهيه. ومن حسن حظ كوتي ان القاضي بيقتنع فعلا بكلام القصيص وعشان كده بيقول له حاول توعي الشباب اكتر في القريه عشان الحوارات دي تقل، وبيسمح لكوتي انه يمشي بعد ما افرج عنه. بنشوف بعدها اخت كوتي وهي عماله تلومه وبتقول له كل مره بطلب منك ما تورطش نفسك في اي حوارات لكنك برضه بتنفذ اللي في دماغك، انا ماليش غيرك ومش هستنى كده انك تتسجن في يوم من الايام. بنعرف بعدها ان كوتي شغال مع واحده نصابه كده عامله انها مرشده سياحيه وبتفضل تهجس على السياح اللي موجودين في الهند وبتقول لهم معلومات كلها غلط في غلط، وعشان تظبط السبابه بعد ما الناس بيركبوا اليخت بتقول لهم ان كوتي مش بس سواق اليخت لا ده كمان عنده قدرات خارقه وانه اصلا كاهن هندي قديم عنده 200 سنه دلوقتي وساعات الناس مش مصدقاه طبعا. ولما كوتي نفسه بيتخنق من الكلام اللي هي عماله تقوله بيقوم يديها علقه موت لانه مش بيحب وجع الدماغ. بنعرف بعدها ان البنت دي اسمها تينا وبنشوفها وهي عند القصيص اللي كان خلاص جاب اخره من كوتي اللي كل شويه عامل له حوار جديد. بنلاحظ كمان يا صديقي ان كوتي فقد لحاسه النطق والسمع وعشان كده بالرغم من ان تينا كانت متضايقه جدا وعاوزه القصيص يجيب لها حقها لكن القصيص فضل يتكلم معاها وقال لها الواد غلبان واكيد انت استفزتيه وعشان كده ضربك. كلمه من هنا على كلمه من هناك بتسامحه فعلا والحوار بيتلم. بنشوف بعدها تينا وهي لسه مدوره سبوبه النصب على السياح وعشان كده اتنكرت ولبست الزي الصيني، وبالرغم من ان كوتي دايما مديها على دماغها لكنها كانت مصممه تفضل معانا ايروينير على طول وعشان كده بعتت شويه سائحات يزاولوه، لكن كوتي اتاكد وقتها ان اكيد تينا هي اللي بعتاهم وعشان كده فضل يجري وراها لحد ما دخلوا محل. وساعتها صاحب المحل قال لهم حلوا عن نفوخنا بقى مش كل يوم والتاني حوارات. وقتها كوتي حس ان تينا دايما مهزقاه وعشان كده قرر يسيبها ويمشي، وبالرغم من ان تينا فضلت تتحايل عليه يفضل موجود لكنه مشي وكان زعلان منها جدا. بننتقل بالمشهد بعد كده صديقي للكنيسه وهناك بنشوف اخت كوتي واللي بنعرف انها في الكورال بتاع الكنيسه وكان واضح انهم بيحتفلوا بمناسبه دينيه تخصهم، وعشان كده بعد ما اخت كوتي ادت دورها مع الكورال الكل كان مبهور بيها لان صوتها كان جميل جدا. بس اللي ما كانش جميل بقى هو لما كوتي عرف ان في شويه عيال كده فاكرين نفسهم شبيحه وبيخنصروا من الفلوس بتاعه الكنيسه وبيتاجروا في الخمور، وعشان كده كوتي قال لهم خلاص جه الدور عليكم. راح لهم يا صديقي واصحى معايا عشان احنا داخلين على اكشن الحقيقي. مسك كل واحد فيهم عمل معاه جلاشه وحمل كل الاكشن الهند على فلاشه. في الاول كانوا فاكرينه على قد ما يعرفوش ان اللي هيجي جنبه هيهده، وعشان كده كوتي فضل مدور فيهم الضرب وعمل منهم كفته وطرب لحد ما وصل للكبير بتاعهم وساعتها مسك دماغه وخلاها نص سوا على الجريل. وطبعا يا صديقي بعد كل الحوارات اللي بتحصل دي القصيص كان حاسس انه جاب اخره وان كوتي دايما هيفضل خارب الدنيا وعمل حوارات كده، وتحس ان القصيص بدا يفقد الامل في ان كوتي حاله يتعدل. بنعرف كمان ان من الاسباب اللي كانت مزاوله كوتي من حوار العيال بتاعه الخمور هي ان الفرق بينهم وبين الكنيسه كان تقريبا 28 متر، وعشان كده بننتقل بالمشهد بعدها عشان نشوف تينا وهي واخده كوتي ورايحه تتكلم مع رئيس الحي. فضلت تقول انا جايه هنا وعارفه ان مش همشي زعلانه واكيد انت يعني مش هيرضيك ان الخماره تبقى جنب الكنيسه، واللي بيزعل في الحوار ده ان الغلطه من عندكم لان العيال دي معاها ترخيص رسمي، وعشان كده كل ما حد بيكلمهم بيفضلوا يجعروا فيه ورافضين انهم يقفلوا الخماره او على الاقل يبعدوها عن الكنيسه. وفي طريق الرجوع بنشوفهم وهم راكبين في نفس الباص بس ما كانوش قاعدين جنب بعض. والفكره بقى يا صديقي ان تينا وبالرغم من انها دايما مطلعه عين كوتي لكننا بنلاحظ بوادر اعجاب بينهم، وعشان كده بعد ما جنب كوتي بيفضل في الاتوبيس تينا بتروح تقعد جنبه وبيفضلوا يرازوا في بعض لكنها مرازيه مليانه رومانسيه يا صديقي. ومع ده كوتي وبالرغم من انه من اصحاب الهمم والقدرات الخاصه لكنه حرفيا بيستغل كل دقيقه في حياته عشان يفرح الناس وخصوصا الغلابه، وعشان كده بنشوفه بعد وقت قليل هو وتينا وهم في ملجأ ايتام وهناك كانوا بيحاولوا يفرحوا العيال على قد ما يقدروا، لكن هو في نفس اليوم ده مجموعه عيال شمال قرروا انهم يستغلوا ضعف كام بنوته من البنات بتوع دار
الايتام، ولان البنات دول كانوا فاقدين لنعمه البصر فالعيال الشمال دول دخلوا وراهم الحمام وهم بيستحموا. وقتها واحده من البنات اتاكدت انهم مش لوحدهم، وعشان كده نادت على زميلاتها وقالت لهم يلا بسرعه لاننا مش لوحدنا. وبعد ما خرجوا لقوا كوتي واقف قدامهم وساعتها خافوا جدا، لكن كوتي طمنهم بطريقته انه في صفهم، وعشان كده البنت قالت لهم على العيال اللي كانوا بيزاولوهم. وبالرغم من ان كوتي شافهم قدامه لكن العيال الشمال حوروا عليه وقالوا للبنات قفلوا علينا باب الحمام من غير ما يقصدوا. لكن الكلام ده ما دخلش دماغ كوتي ببصله اللي فتح وراهم سبرنت من بتوع زمان وقرر ان كل اللي هيجي على السكه هيتهان. وصل لاول واحد فيهم وداس عليه بالجزمه وقال له انت واللي زيك مالكوش اي 30 لازمه. وبعدها دخل على الثاني عمل له عمليه فتاء من غير بنج. اما الثالث بقى فجري وراه وجابه من قفاه كانه فلت منه، وعشان كده رجع للاثنين التانيين وما كفاهوش اللي عمله لكنه كمل عليهم. بنشوفه بعد كده هو قاعد بيغسل ايده ولا كانه كان بيعمل مضغوط دجاج. لكن في مشهد مرعب بعدها بنشوف العيال وراهم متعلقين وكل واحد السيخ طالع من جسمه، وبنعرف انهم راحوا مشوار ما فيش منه رجوع. وطبعا ما بيعديش وقت طويل غير والحوار ده بينتشر في كل مكان، والاسعاف بتيجي تشيل الجثث بعد وقت قليل لكن الدنيا بتتقلب والناس بتفضل تصور الحوار وبيبقى سيرته على كل لسان، لدرجه ان البنات بتوع دار الايتام نفسهم لما سمعوا كلام في التلفزيون حسوا انهم مرعوبين لانهم يعني يا صديقي ما كانوش متخيلين ان كوتي هيقتل العيال.